بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده قلت بقى اصور معاكم مشتريات الاسبوع. نزلت السوق وجبت المشتريات بتاعتي، هنشوفها مع بعض. جايبه بقدونس، جبت ليمون، جايبه كوسه، جايبه بتنجان عشان احشيه، جايبه بتنجان برضو قليه، جايبه فلفل اخضر حر وحلو، جايبه بطاطس اللي انا جبتها كلها النهارده. هنشوف كده مع بعض انا جبت ايه. طبعا بقوم جايبه العلبه بتاعتي واقوم فرشه فيها منديل بينه بالشكل ده اهو. بين الطبق والطبق بحط مناديل. بقعد فتره طويله في التلاجة ما يجرالوش حاجه بالشكل ده، بالشكل ده. وبقفل بقى عليه. البطاطس اللي انا جبتها اهي، بالشكل ده. نزلت جبت الحاجه اللي بتاعت الاسبوع، طلبات الاسبوع بس. المندولينه دي، جبت البرتقال ده، الموز ده، دي المشتريات اللي انا جبتها. ولقيت على الزيت عرض، جبت منه 4 ازايز اهم، الواحده ب55 جنيه، جبتهم ب220. وجزر ده، وجبت خيار، وجبت فلفل اخضر مع فلفل حراق، وجبت بتنجان هحشيه، وجبت الكوسه الخضراء والمندولينه دي، وجبت شعريه، جبت عدس، حتى العصافير ما نسيتهاش، جبت لها اكل بتاعها، وجبت لحمه، وجبت السجق البلدي ده. اللحمه اللي انا جبتها بالشكل ده، بالشكل ده. ودي الكبده اللي انا جبتها. يبقى دي كل الحاجه اللي انا جبتها النهارده وقلت لكم عليها. وده كمون جبته مطحون، وده الليمون بتاعي، ودي كل الحاجه اللي انا جبتها معاكم بالشكل ده. واتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها عشان يوصل لكم كل جديد. المشتريات اللي انا جبتها هقول لكم الاسعار معايا كده. اسعار زي عندكم ولا لا؟ اللحمه ب320 جنيه، والسجق ب250. طبعا الكبده زي اللحمه. وطبعا انا قلت لكم على اسعار الزيت. طبعا البطاطس التحمير 3 كيلو ب50. وجبت البطاطس ديتي عشان ابقى احشيها كيلو منها ب10 جنيه. وطبعا البرتقال برضو ب10 جنيه، والمندولينه ب10، والكوسه برضو ب10، والفلفل ب15، والليمون ب20. الاسعار معرفش بقى زينا زي عندكم بالظبط ولا لا. والجزر الكيلو ونص ب10، والبتنجان ب5، والفلفل ب15. وطبعا العدس معروف ان هو بقى ب60 جنيه، والشعرية ب25. بس بقى معرفش اكل العصفور بكام. واتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رأيكم. انا بقطع معاكم كده اهو، بحب كده اقطعها قبل ما اعينها في الفريزر. بقطعها عصافير صغيرة كده بالشكل ده. واتمنى طريقتي تعجبكم.
بتاعتي تكون جاهزه، بطلعها في اي وقت تكون مستعجله فيه، بتكون مريحاني بالشكل ده. انا بحب انا اللي اقطعها، مش بحب الجزار يقطعها لي بالشكل ده. اتمنى الفيديو يكون واضح قدامكم، واحب اعرف رايكم. بالشكل ده. بالشكل ده. طبعا اللحمه دي انا جايباها هعملها مع محشي الكوسه اللي انا جايباها، جايبه الكوسه دي والبتنجان، وجايبه فلفل برضه هحشيه، وجايبه برضه كرنب عندي، وزي ما قلت لكم الزيت كان عليها عرض، والبطاطس دي انا جايباها نقيها برضه صغيره اهي، هحشيها معاكم بالشكل ده. الكوسه والبتنجان والبطاطس اللي انا جبتها، وبشكركم على الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتبعتوها لي وعلى تشجيعكم ليا. وطبعا انا جبت برضو البقدونس ده وطبعا الليمون برضو جبته اخضر عشان يقعد معايا فتره. وده الفيديو بتاعي، واتمنى تقولوا رايكم، وبشكركم وبترككم في رعايه الله.